اللي حصل ان في منطقه عشوائيه اسمها مدينه البراوي الجديده. المنطقه دي مبنيه بقى لها اكتر من 5 أو 6 سنين، زيها زي اي منطقه عشوائيه موجوده في البلد ديت. بتبقى اراضي بتتقنن، بيدخلوا كهرباء وبيدخلوا ميه وبيدخلوا نور وبيعملوا كل حاجه بعلم الدوله، والناس دي عايشه باسرها وموجودين بقى لهم اكتر من 5 أو 6 سنين. فاجئنا امبارح ان في اتصالات بتجيلنا بتقول ان في ناس جايه بتهد البيوت علينا، ولا معاها قرار ازاله ولا معاها حكم محكمه ولا في اي صفه قانونيه في الاجراء اللي بيتاخد. بصفه انا راجل حقوقي برضه، راجل محامي من الموجودين في المنطقه، طلعت ما قابلتش حد من الناس اللي نعرفهم غير ضابط مباحث في اسم حلوان اسمه محمد عيسى، وفهمت منه صراحه كده ان لا في قرار ازاله ولا في حاجه. دي قصه تخص منطقه ثانيه في التبين وجاي لها قرار، والناس دي جايه كده كده هتنفذ بقرار من غير قرار هتنفذ. ما كانش معاه اذن نيابه ولا اي حاجه، ولا في اذن ولا حكم محكمه ان هو الحاجات دي مقننه، يعني علشان خاطر يبقى في تنفيذ جبري بيتم بالطريقه ديت. القانون رسم الطريقه اللي بيتنفذ بيها، ولازم الناس دي تخطر ويتعمل لها انذار قبل الاخطار ويبقى في حكم معلنين بيه. وبعدين الارض دي فعلا ملهاش صاحب، دي شويه بلطجيه مكونين عصابه ليهم معارف موجودين جوه اسم حلوان، والناس دي على فكره مطلوبه امنيا. الناس ديت في ناس فيها متهمين في قضيه اقتحام الاسم، وكانوا واقفين كتف في كتف مع ضباط المباحث والناس اللي كانت موجوده امبارح نهارا جهارا قدام الدنيا كلها. مفيش حد تعرض لهم في شيء. النهارده الصبح قالوا ان الناس دي جايه علشان تاخد الارض دي غفره، عشان الناس دي تتشرب، الارض تفضى، يعيدوا تقسيمها على بعض من اول وجديد، واكتر من 137 اسره يترموا في الشارع. حصل ان انا اتعرضت للناس ديت امبارح وفهمت منهم القصه ايه. فاجئت بالناس اللي كانت موجوده مع الحمله والناس بتوع الامن المركزي، سب وشتيمه وضرب وقله ادب. حصلت فيا اصابات وجيت من النيابه بتاعت حلوان علشان خاطر اعمل بلاغ اتأيد برقم 2 عرايد لسنه 2014. وبعد كده رحت عشان اعمل تقرير طبي. اتفاجئت بعد ما روحت ان الحمله لسه شغاله، وان بقى في اكتر من 137 مصاب. دي صور بطايقهم بالكامل، ما حدش فيهم قدر يعمل محضر واحد. كل اللي يروح يقول انا جاي اقدم بلاغ في الحمله يقولوا له اطلع من هنا، ومفيش حد اتعمل له اجراء ولا حاجه. ودي عينه من ضمن الحاجات اللي حصلت للناس، والقنابل والخراطيش اللي اتضربت عليها. ناس مدنيين لا ليها بيت ولا ليها متوى ولا ليها اي حاجه من الحاجات دي، هو ده مصيرهم علشان خاطر مجرد ايه؟ شويه بلطجيه طمعانين في الارض بتاعتهم وعايزين يطردوهم بدون وجه حق وعلى غير سند من القانون، وباتفاق والتحريض مع الداخليه ومع الناس اللي موجوده وتتسمى بالاسم. وفي بدل الشاهد 700 عندهم استعداد يجوا ويتسالوا ويقولوا اللي عندهم، ده غير المصابين اللي حتى مش عارفين يعملوا محضر واحد لحد دلوقتي. العصر ده المفروض ان هو خلص من زمان، واحنا بنقول ان احنا عايزين نخش لقدام مش عايزين نرجع. طب حضرتك هدوا بيوت فعلا ولا ما حصلش الموضوع ده؟ هدوا اكتر من 30 بيت. الناس اللي كانت بتتخنق من الغاز وتجري من الريحه كانت بتتهد على دماغ صحابها، ده غير المناطق اللي كانت. طب الناس دي فين؟ دي موجوده فين دلوقتي؟ مين؟ الناس اللي هي تهد بيوتها. انا معايا عينه عشوائيه من الناس دي بس اللي قدرت اجيبه، عشان خاطر الناس دي لو جت النيابه هتقفلها، وساعتها هيقولوا ده تجمهر وبلطجه. الناس اللي مصابه والناس اللي يعني الناس دي نعرف الناس اللي بتتسال في الموضوع ده هي اللي موجوده معايا وجايه عندها استعداد ان هي تقول الكلام دوت وتعمل بلاغات رسميه. طب الناس دي ساكنين فين دلوقتي يا ريس؟ هو ده مكانهم، هو ده سكنهم، مدينه البراوي الجديده، بعد الازاله وعناوينهم على موجوده هناك. بعد الازاله دلوقتي قاعدين فين؟ في الشارع. انزل صورهم هتلاقيهم موجودين في الشارع بحلالهم بعفشهم بعزالهم بحاجتهم كلها. امبارح دخلوا علينا بالنوادر وقالوا هنزل البيوت الفاضيه، فقلنا لهم ماشي، سجدونا لحد ما نزلوا البيوت الفاضيه، وبعد كده راحوا داخلين على العيال وعلى العزال من غير ما يقولوا اتفضل. فبكلم الظابط وبقول له لا انا مش هطلع من البيت، انا تعبت فيه. قام جاي شايل الاجزاء وقام ضاربني زي ما انت شايف كده، وقال لي طب وريني مش هتطلعي ازاي. برضه قلت له مش هطلع. راح جاي حاطط القنبله اللي هي دي مثيره للدموع، راح ضاربها في وشي. عميت ما شفتش حاجه، ودي احنا قاعدين فيها من 2009 يعني. هنروح فين؟ وعزلنا مرمي الوقت في الشارع وحاجتنا وعيالي امبارح كانوا هيموتوا، طلعوهم من تحت الارض كده من بين الحيطان. نعمل ايه يعني؟ طب وانتوا دلوقتي قاعدين فين يا حاجه؟ في الشارع. هنقعد فين؟ حاجتنا مرميه في الشارع واطفالنا نايمه من امبارح في الشارع. معيش فلوس والله، ما معايا اجيب شكاره اسمنت، تعبي كله وشقايه وفلوس سلفاه وفلوس كده حطيتها. طب نروح فين؟ ده جبل، ده بتطلع علينا ديابه بالليل والله. انتوا لو شفتوها مش هتقولوا مش هتنفع طرق، بس قاعدين فيها غنيين عن السكن 400 جنيه و500 جنيه، نجيب منين؟ ولا جوزي موظف ولا حاجه، شغال على توك توك ب 30 جنيه في اليوم. نجيب منين؟ ونروح فين؟ شوفوا لنا حل طيب، ما تسيبوناش كده.
امبارح كنا قاعدين لقينا الواد داخل علينا ويا جدعان البيوت احنا ما فيش حته نتداوى فيها قال لك لا احنا هنزيد. قال لك كنا بنبص لقينا الاستاذ ايمن جاي بيسال على الجواب اللي هو بتاع الازاله، بالك فقال له لا احنا هنزيد كده كده من غير جواب. فمسك الاستاذ ايمن واحنا كلنا جرينا عليهم وحاولنا ان احنا نفوز. ضربوا علينا قنابل سيل الدموع، ضربوا علينا فرطوش، وقعوا علينا البيوت، ووقعوا على الحيطه وقعت على دراعي. ف يعني عايزين نشوف حل للموضوع ده يعني. هم ما كانش معاهم اي سند ان هم يهدوا البيت ده؟ لا ما كانش معاهم اي سند. ما انذركوش قبل كده ان هم عايزين يهدوا؟ ولا اي حاجه. يعني دي اول مره؟ يعني هم هدوا البيت وانت موجود فيه، ولا الاصابه دي جت منين بالظبط؟ الاصابه دي بنجري عشان نحوش البيوت اللي جنبينا، راح البيت راح واقع عليا، الحيطه راح جايه على ده.